السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ضربة مفك. القناة بتقدم لك كل جديد في عالم الموبايلات والتقنية بطريقة بسيطة ومفهومة لكل الناس. هتلاقوا هنا شروحات سهلة وبسيطة ومراجعات لأجدد الموبايلات في السوق، ونصايح تخليك تستخدم موبايلك صح وتستفيد منه لأقصى درجة من غير تعقيد ولا وجع دماغ. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا موبايل قدر يعمل ضجة كبيرة جدا من أول ما اتعلن عنه، ويمكن يكون واحد من أكتر موبايلات ريلمي اللي هتشد انتباه الناس الفترة الجاية. الموبايل اللي هنراجعه النهاردة هو ريلمي سي 85 برو. تصميم ريلمي سي 85 برو معمول بعناية رغم إن الخامات بلاستيك، لكن ملمس الظهر والشكل العام بيديك إحساس ثابت ومتين. شكل الكاميرات منظم والإطار ناعم ومريح في الإيد، ووزنه متوزع كويس بحيث ما يحسسكش إنه تقيل رغم البطارية الضخمة اللي جواه. أما المفاجأة الحقيقية فهي مقاومة المية. الموبايل بيدعم IP69 برو، وده مستوى مقاومة نادر جدا في الفئة دي، وده معناه إنه يتحمل عمق يوصل ل 6 متر لمدة 30 دقيقة. والأجمد إنه حتى لو الموبايل مبلول، التاتش مش بيتلخبط ولا بيتأثر. تقدر تتصفح وتشغل وتشوف المكالمات عادي جدا كأن مفيش مية أصلا. الشاشة، وهنا بقى نقطة قوة حقيقية. الشاشة حجمها 6.8 بوصة، ودي شاشة كبيرة جدا لو بتحب المشاهدة والألعاب، بدقة FHD+ وبنسبة وضوح ممتازة. نوع الشاشة AMOLED، فالألوان مشبعة، الأسود غامق وتفاصيل المحتوى واضحة جدا. والتصميم جاي بثقب صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، شكله حديث ومش مزعج. الشاشة بتدعم 120 هرتز، وده بيخلي التصفح سلس ومستريح للعين. حتى لو بتتنقل بين التطبيقات بسرعة هتحس إن الموبايل خفيف وسريع. أما الإضاءة فهي قوية جدا لدرجة إنك تقدر تستخدمه تحت الشمس المباشرة بمنتهى الراحة. وفي ميزة AI Brightness Boost اللي بترفع الإضاءة فوق المستوى الطبيعي وقت الحاجة، فبتخلي الشاشة مشرقة جدا في المشاهد البيضاء والألعاب الساطعة. ريلمي سي 58 برو جاي بمعالج سناب دراجون 685 من كوالكوم، معالج اقتصادي لكن معروف بثباته واستهلاكه القليل للطاقة. في الاستخدام اليومي هتقدر تفتح أكتر من تطبيق، تتنقل بينهم بسهولة، وتشغل سوشيال ميديا من غير ما تلاحظ تهنيج. وفي الألعاب هيشغل معظم الألعاب على إعدادات متوسطة كويسة، مش موبايل جيمنج لكن أداؤه ثابت، وده بيديك تجربة لعب أطول. والواجهة جاية بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15، وده بيضمن تحديثات أفضل وقدرات أعلى في الحماية والمميزات الجديدة. الكاميرات. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل بتقدم أداء ممتاز في الإضاءة الكويسة، ألوان مظبوطة وديناميك رينج محترم وتفاصيل واضحة في الصور. المعالجة مش مبالغ فيها وبتطلع صورة جاهزة للنشر على طول. الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل مناسبة للسيلفي اليومي. الألوان طبيعية والضبط التلقائي للجلد كويس، مش بيعمل فلترة زيادة عن اللزوم. وبالليل المعالجة بتبقى أهدى، لكن ما زالت كاميرا محترمة للفئة السعرية دي. البطارية والشحن، ودي أقوى نقطة في ريلمي سي 85 برو. البطارية 7000 ملي أمبير، وده رقم كبير جدا ونادر نلاقيه في الفئة دي. الاستخدام اليومي هيخلي الموبايل يعيش معاك بسهولة يوم كامل أو أكتر، وسكرين اون تايم يوصل ل7-8 ساعات حتى مع استخدام تقيل، ألعاب، تصوير، مشاهدة، سوشيال. الشحن بقدرة 45 واط سوبر فوك، وسريع جدا بالنسبة لحجم البطارية. وموجود كمان الشحن العكسي السلكي، تشحن منه أي جهاز تاني، والباي باس تشارجنج اللي بيشغل الجهاز مباشرة من الكهرباء في الألعاب ويحافظ على البطارية في المدى الطويل. وفي النهاية ريلمي سي 85 برو يعتبر موبايل عملي مناسب لأي حد بيدور على شاشة واسعة وبطارية قوية تستحمل اليوم كله، وكمان مقاومة ممتازة للمية مع أداء ثابت من غير ما يهنج. موبايل واضح إنه بيقدم قيمة حقيقية ومصمم للناس اللي محتاجة جهاز يعتمد عليه فعلا وما يخافش من الاستخدام التقيل أو ظروف المية. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب رأيك في الكومنتات. استنونا في فيديو جديد من قناتكم ضربة مفك.